ولا سيما الشهيدين الصدرين والنجلين، مع الصلاة على محمد وآل محمد بأعلى الأصوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وعدهم والعن عدوهم وانصر عددهم مقتدى 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 يا الله يا محمد يا علي يا مهدي. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين. صلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله وأدم بالقرآن صلاح ظاهرنا واحجب به خطرات الوساوس عن صحة ضمائرنا واقسم به درن قلوبنا وعلائق أوزارنا واجمع به منتشر أمورنا واروي به في موقف العرض عليك ظمأ خواجرنا واكسنا به حلل الأمان يوم الفزع الأكبر في نشورنا. صلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العلي العظيم. صدق رسوله الكريم. أيها الأحبة، إن من المهام التي نهض بها شهيدنا السيد الصدر قدس سره بنفسه طبعا والتنبيه والوعظ والإرشاد ممن من الغفلة والانحراف والتذكير بالله تبارك وتعالى، وكان صوته فضلا عن قلمه يصدح بذلك، وما تصديه لإمامة الجمعة إلا من أروع مصادق الاقتداء بالنبي وأئمة أهل البيت عليهم السلام. ومن هذه المواعظ العظيمة ما ذكره قدس سره في إحدى خطب الجمعة منبها عن الغفلة، فيقول قدس سره: حبيبي أهل البيت سلام الله عليهم لم يقصروا، قدموا لنا في الأدعية والأخبار علوما جمة وكنوزا كثيرة. القرآن لم يقصر، ما فرطنا في الكتاب من شيء إطلاقا. الصغيرة والكبيرة والظاهرة والخفية والمهمة والبسيطة كلها موجودة وين؟ في القرآن الكريم. لماذا لا نفهمه؟ باختصار: لأننا معرضون عنه، معرضون عن القرآن الكريم، ولأننا غافلون عنه لا أكثر ولا أقل. ألهانا الصفق في الأسواق، بأسواق الدنيا وهمومها وشهواتها وبلياتها وصعوباتها وسهولاتها وأموالها كائنا من كان. حبيبي الله لهذا يريدنا، لهذا خلقنا، لهذا جاء بنا إلى الدنيا. لا طبعا بكل تأكيد الله. زين أنت كم تخمن أن بقاءنا في الآخرة أطول أم بقاءنا في الدنيا أطول؟ ملايين السنين سوف نبقى في الآخرة. إذا أنكرت فأنت لست بمسلم، واختر في أي قبر تدفن. وقد بين قدس سره واحدا من أسباب الغفلة، فيقول قدس سره: مسألة رياضية جدا بسيطة، نسبة المتناهي إلى اللامتناهي كم؟ صفر حبيبي.
ليس له قيمة. إذن كل اهتماماتنا على شيء، اهتماماتنا في الدنيا على شيء ما ليس له قيمة، قيمته صفر. وكل عدم اهتماماتنا وغفلتنا على ما له قيمة حقيقية وواقعية. وأكد قدس سره قائلا: فإنما نهتم بأمور عشوائية ونختلف على أمور عشوائية ونتقاتل على أمور عشوائية أهون من عفطة عنز. نعم، أزهد عندي من عفطة عنز. هكذا يقول إمامنا أمير المؤمنين سلام الله عليه. ومن كلماته قدس سره أنه قال: قول لأمير المؤمنين في عبارات لا أحفظ نصها: إنكم أضعف من أن تتحملوا العذاب، فارحموا أجسادكم وارحموا نفوسكم وارحموا عظامكم، لا تستطيعون أن تتحملوا ضغطة القبر. هذه رواية أرويها وأسألكم الدعاء. الرواية تقول أن شخصا ما، حسب النقل والرواية، دفن، جاءه الملكان. طبعا الرواية تصف رؤيته للملكين بشكل يقشعر له البدن. على كل حال قالوا بأنهم نحن مأمورون بأن نضربك 100 سوط من النار، هذا حكمك. توسل بهم، قللوه إلى 99. توسل بهم، قللوه إلى 98. لا زال يتوسل بهم إلى أن قللوه إلى 1، صار صوت 1. قال: هذه عين ارفعوها، هذا الصوت هم ارفعوه. قالوا له: أما هذا فلا بد منه. فضرب صوتا من نار فامتلأ قبره نار. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم، صدق رسوله الكريم. خير الأعمال الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأكرم أجرهم واجعل عدوهم وانصر وجلهم مقتدى مقتدى مقتدى. يا الله يا محمد يا علي يا نبي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين. صلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وابعثني على الإيمان بك والتصديق برسولك عليه وآله السلام. الولاية لعلي بن أبي طالب، والبراءة من عدوك، والاهتمام بالأئمة من آل محمد عليهم السلام، فإني قد رضيت بذلك يا رب. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى، وصل على محمد في المرسلين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وقنعني بما رزقتني، وبارك لي فيما آتيتني، واحفظني في ليلتي وكل غائب هو لي. أيها الإخوة، أيها الأحبة، مرت علينا يوم أمس اليوم 24 من شهر ذي الحجة، وهو يوم المباهلة على الأشهر. باهل فيه رسول الله صلى الله عليه وآله نصارى نجران،
وقد اكتسى بعباءة وأدخل معه تحت الكساء عليا وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام. وقال اللهم إنه قد كان لكل نبي من الأنبياء أهل بيت هم أخص الخلق إلي، وهؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فهبط جبرائيل عليه السلام في شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم خرج النبي صلى الله عليه وآله بهم عليهم السلام للمباهلة، فلما بصر بهم النصارى ورأوا منهم الصدق وشاهدوا إمارات العذاب لم يجرؤوا على المباهلة، فطلبوا المصالحة وقبلوا الجزية عليهم. فكانت آية المباهلة والتي تقول: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ماذا تعني كلمة المباهلة؟ المعنى اللغوي للمباهلة تعني الملاعنة والدعاء على الطرف الآخر بالكمال والهلاك، المعنى اللغوي. وقد نزلت هذه الآية حسب تصريح المفسرين جميعا في شأن قضية وقعت بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين نصارى نجران. فقد كتب رسول الله صلى الله عليه وآله كتابا إلى أساقفة نجران يدعوهم إلى الإسلام. جاء في هذا الكتاب: أما بعد فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد، أدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد، فإن أبيتم فقد أذنتكم بحرب والسلام. لما وصل هذا الكتاب إلى الأساقفة جرت محاورات بينهم، فاجتمع رأيهم على تشكيل وفد لملاقاة رسول الله صلى الله عليه وآله. فسألهم وسألوه لما حضر الوفد، سألوا رسول الله وسألهم حتى قالوا له: ما تقول في عيسى عليه السلام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنه عبد الله. فنزلت آية المباهلة حاملة إجابة وافية قاطعة لأعذار مؤلهي المسيح ومتبنيه الذين يقولون أنه هو الرب والذين يقولون هو ابن الله، وهي بنفس الوقت دعوة صارخة لمباهلة المصرين على ادعائهم فيما يخص عيسى عليه السلام. وهذا الادعاء جاري إلى هذه اللحظة بين من يقول بأنه هو الرب وبين من يقول أنه ابن الله. فدعاهم صلى الله عليه وآله إلى اجتماع حاشد، وتختارون من أعز الملاصقين، يتم الاختيار من أعز الملاصقين من الجانبين ليبتهل الجميع إلى الله تعالى في دعاء قاطع أن ينزل لعنته على الكاذبين. فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وقد احتضن الحسين وأخذ بيد الحسن، وفاطمة تمشي خلفه، وأمير المؤمنين علي عليه السلام خلفها، ويقول لهم رسول الله: إذا دعوت فأمنوا. قلوا آمين. النصارى لما حضروا بأعداد غفيرة ونظروا إلى هذا الوفد الذي جاء به رسول الله المتكون من هؤلاء الأفراد الكلة، ماذا قال أسقف نجران؟ قال: إني لأرى وجوها
لو سألوا الله أن يزيل جبلا لأزاله بها. على محمد وآل فائدة عجل ورجهم ولعن عدوهم وانصر ولدهم مقتدى 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 يا الله يا محمد يا علي يا مهدي. إني لأرى وجوها لو سألوا الله أن يزيل جبلا لأزاله بها، فلا تباهلون، فلا يبقى على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة. فقالوا يا أبا القاسم لا نباهلك ولكن نصالحك. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي نفسي بيده أن الهلاك قد تدلى على أهل نجران، ولو لاعنوا لمسخوا قردة وخنازير، ولقرم عليهم الوادي نارا، ولما حال الحول على النصارى كلهم حتى يهلكوا. الشهيد السيد محمد الصدر قدس سره يذكر فيما يخص تعيين شخصيات المباهلة هل كانت اجتهادا من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لا، ليست حالة عفوية وليست حالة مرتجلة، إنما هو اختيار إلهي، وهذا الاختيار الإلهي هادف. وقد أجاب الرسول صلى الله عليه وآله حينما سئل عن هذا الاختيار بقوله: لو علم الله تعالى أن في الأرض عبادا أكرم من علي وفاطمة والحسن والحسين لأمرني أن أباهل بهم. لأنه أمر من الله، مو اختيار عفوي ولا ارتجالي، ولكن أمرني بالمباهلة مع هؤلاء فغلبت بهم النصارى. الأمر الآخر أن فضل هؤلاء أنه موجود بدلالات قرآنية وبدلالات حديثية، أن عليا وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام من أصحاب الكتاب الذين طهرهم الله سبحانه وتعالى وعذب عنهم الرجس بدلالة قرآنية. أما علي فلأنه نفس رسول الله صلى الله عليه وآله بدليل قوله تعالى: وأنفسنا وأنفسكم. وهو لم يخرج من الرجال في يوم المباهلة مع نصارى نجران إلا عليا بإجماع أهل التاريخ والحديث في كل مذاهب الإسلام. فإذا كان، هكذا يقول الشهيد الصادق، فإذا كان علي عليه السلام نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، فإذا أمره أمره وفعله فعله. شو يعني؟ أي أمر وفعل رسول الله صلى الله عليه وآله هو أمر وفعل علي عليه السلام. إذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي إنك ترى ما أرى وتسمع ما أسمع، يعني فيما يخص الوحي أو ما في عالم الجبروت وعالم اللاهوت وعالم الملكوت. طبعا استثناء النبوة التي تمنح النبي صلى الله عليه وآله خصوصية لا يشاركه فيها أحد مهما كان موقعه ومنزلته. في هذا اليوم الذي نزلت فيه آية التطهير وآية المباهلة، يوم شريف هذا، أيضا نزلت فيه آية فيها تصدق فيها أمير المؤمنين عليه السلام بخاتمه على الفقير وهو راكع، فنزلت فيه الآية الكريمة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ولنا وقفة مع هذه الآية التي من خلالها نثبت أن الله سبحانه وتعالى أعطى الولاية لأمير المؤمنين وآل بيته من خلال هذه الآية الكريمة: إنما وليكم الله ورسوله. بعد من؟ الذين آمنوا. والذين آمنوا بدلالة
الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وأمة أهل البيت أنها تخص علي عليه السلام، ولا يسعنا إلا أن نقول كما قال قائدنا السيد مقتدى الصدر أعزه الله في تغريدته الأخيرة بخصوص هذه الآية المباركة: الحمد لله الذي ثبتنا على حب وطاعة أبوي هذه الأمة محمد وعلي صلوات الله وسلامه عليهما. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم. أفلح ونجا من صلى على محمد وآل محمد.